بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالعلاني عزيز وخوشويسم لا بروغرامي زاد خناغي يكم بابتي فقه الشريعة جيشونة لا بري هفتا شصنو موضوع كمان الحيض والنفاس. فرمو كاغازات بخينا. الحيض والنفاس. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. بلى حيض لزماني عربية واتا آوكر رجاه، يعني سال الماء يعني آوكر رجاه، يعني سيلان لو هات ولزماني عربية. حاض الوادي إذا سال ريروي خوي قرت، يعني حاض الوادي يعني ريروي خوي قرت أو لو هاتوا. بلى. وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير ولادة. لشريعتي شابريتيا لو خيونا سروشتيا جبلة وطبيعة، يعني ياك معناياك حالتك سروشتيا لرحمي آفرته وديت دروا لقولاي رحمي آفرته لكاتيري دياري كراوة، يعني في أوتري سوري مانغانا لاي خومان لحالتي تندرستي آفرتها ببيع من البون أبانا. سن الحيض تمني سوري مانغانا لا تشي كاتيك ويتر، يعني آفرت أكيوتا تمني كيوتا لا تشي تمني كوا آفرت أكيوتا سوري مانغانا. لا حيض قبل تمام 9 سنين. بهيت شيويك حيض لفيشين وصلان رونادا، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. چونك هيش ثابت نبو ولا لبونا كوا آفرتك بيشي نوصلان توشي حيضات به، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب. أغلبيش لدواي 50 سالان آفرت توشي يان لهينا كوي لا حيضة كوي، يعني توشي حيض نابه. أقل الحيض وأكثره. كم تريني حيض يعني ماوكي، كم تريني ماوي حيض وزوركي. أقل الحيض يوم وليلة. شو روجك لايك مكي، لايك مكي شو روجك أقل لا شو روجك كم تربي يعني وحيضنية. وأكثره 15 يوما. زوركشي 15 روجا في قول أكثر الفقهاء. لزورين لا يزورين علماء 15 روجا، فما زاد على 15 ليس بحيض وإنما هو استحاضة. أجر ل 15 روج تي فري كرت وتيانا ترى ما حيزنية بي أوتري نخوشي آفرتان استحاضة. وغالب الحيض 6 أو 7. زوريني آفرتان لسوري مانغانيا ما وكان ششيان حوت زورينا. فائدة إثرائية. فائديك دولة منكر. ما تراه المرأة من الدم ولم يستمر معه يوم وليلة يعد دم فاسد. أجر آفرت خويني بيني بلام أو خوينا شو روجيك نبو أو بينا أوتري خويني حيز أو بي أوتري خويني نخوشي، لا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض. أحكام كاني يا ساكاني حيضي لسجب جنابي وحربك وميزواه هيك حسابي كي بناكري، وهو مع ذلك نجس بيسا وناقض للوضوء. بيسا ودزنجة أشكيني بس. أما أجر للشويك لشو روجة كم تربيه. حكم المبتدات في طبعا أي أجر لفانزر روج بسرو هالخيون هات أي شهر سوري مانغانانية باز زي ساني ناكن باز سوري مانغاناكن شو كيش باسي زي ساني ما نكردوا من البون أو هي من البون هو موضوع كتير. بله حكمي المبتدئة في الحيض، يعني بله حكمي أو آفرتي كسرتاية لحيضة، يعني سرتاء توش حيضة به. الدم النازل على المبتدئة إن كان يحمل صفات الحيض فهو حيض، وإن استمر ما لم يتجاوز 15 يوما فيكون استحاضة. أو خيانيك بو أو كتشيك تازة بيجا أو خيانيك داء بزيت أجر صفات كان يخيني حيزي تيابو أو خياني حيزة بوي كالزور رش سور بميل أو رش به وبوني كي ناخوشي هبه أو خياني حيزة. وأجر بردوان به وإن استمر يعني كوالا لشو الرجا زياتر به أو تخياني حيزة ما لم يتجاوز بلان بو مرجي لبانزروش تيبرنكا. أجر لبانزروش تيبري كرد أو معناه حيزني أو استحاضة. والدليل على ذلك قوله تعالى
بەڵگەشمان ئەم ئاەتەیە ويسألونك عن المحيض قل هو أذى بەڵێ پرسیارت لێکرێ دەربارەی حەیض تۆ بڵێ ئەوە ئازارە. فمتى وجد هذا الدم فهو حيض حتى يبلغ 15 يوما. هەر کاتی ئەم خوێنە بینرا کە خوێنەکە ڕەشەوتمان بۆنێکی ناخۆشی هەیە تۆزیە قرچاندن و ئازاریشی لەگەڵایە ئەگەر ئەو خوێنە هات ئەو خوێنی حەیضە حتا وەکو ئەگاتە 15 ڕۆژ پێوترێ خوێنی حەیض. متى يحكم للحائض بأنها طهرت؟ چی کاتێک حکم دەرێتە سەر ئافرەتی حائضە ئەو ئافرەتی کە کەوتۆتە سوڕی مانگانەوە چی کاتێک حکم دەرێتە سەر بەوەی کە پاکۆ بۆ تۆ؟ الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين. یەکێ لەم دوو شتە دەرەکەوێت کە ئەو ئافرەتە پاکۆ بۆتەوە. الأول انقطاع الدم خوێنەکە ببچڕێ. وتعرفه المرأة بإدخال خرقة أو قطنة في فرجها فإن خرجت نقية لا قدرة عليها ولا صفرة فهذه علامة على طهر والنقاء. بپارچە ڕۆیەک بە پارچە کلنسێک بە شتێک لەوانە دەرەکەوێت کە ئەوەی بەکاردێنێ دەرەکەوێت کە خوێنی پێوە نییە زەردی پێوە نییە سووری پێوە نییە هیچ جۆرێک یعنی لە ئاساری خوێنی پێوە نییە معناوە پاکۆ بۆتەوە. ئەوە علامەتێک ئەوە نیشانەیەکی تریش هەیە. الثاني القصة البيضاء بینینی ئاوێکی سپی پێوترێ قصة البيضاء وهي ماء أبيض شفاف يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. ئاوێکی سپیە شفافە یعنی واتە ڕوونە ڕەحم پاڵی پێوە ئەنا کە دەرەچێت لە گیانی ئافرەت لە کاتێکە کە حەیض کۆتایی پێهات. لحديث علقمة رضي الله عنها قالت لبر حديثك علقمة كأفرمي كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بدرجة فيها بالدرجة فيها الكرسف القطن فيها صفرة فيه صفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. بلى أفرتان زماني في غمرة صلى الله عليه وسلم يعني إنك إخوة يعني أنا أرد ولا في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم زان آية فاك بونا توا بلى أفرتان لزماني في غمرة صلى الله عليه وسلم بارشينك إخوة يعني أنا بولا عائشة كبارشة فمويك بو إنك أويك بكار يعني هنا بو كان لكاتي حيزة أن هناك توزك زردي بيو بوا يعني توزك ليري بيو بوا برسياريان لك ردوا كوا آية باك بوينة توا أمي شي فرمو فلما كان حتى وكو قصة البيضاء بينن حتى آوس بيك أبينن فلما كان يشتا ما بيتي باك بونا وكتن مالي. أحكام الكدرة والصفرة حكم كاني ليليو زردي فائدة رأية يكم الكدرة والصفرة متصلة بالحيض قبله أو بعده أو أثناءه من الحيض. أم دو قالا أم دو سودا زور قرنجا سودي يكميان أليت كدرة واتا ليلي والصفرة واتا زردي أو زردي وليليا أجر متصل بن بحيضك ويعني أجر بشران نبو لبيني أو ليلي وزردية ولقال حيضك يتربيش حيضك به يعني هاتو أو زردي وليلي هاتو أمجا حيضك هات ببيع بشران يان مكو أجر لباش حيضك به بون منا حيض تواو نبوة يعني باكيتي نبيني كسكا زردي وليلي ببيني أو هربشيك لحيض أو كدرو سفرية لو كاتا حسابي حيضي بوكري هر وها لناو أقل لناو راسي حيضا كيش حالتي كيوار رويدا زردي وليلي بيني هر بشيك لحيض. أما خالية كم خالي دوم أريه فإن لم تتصل بالحيض يعني أجر أو كدرو سفرية يعني متصل نبو بحيضك يعني بتشران هبو كأن تكون قبل الحيض وانقطعت بونمونا بيش حيضك كدرك وصفرك هبو بتشرا إمجا حيضك هات
أو كانت بعد الطهر يان باش أو إلى حيث باك وبويا أو كانت بعد الطهر من الحيض يان لحيث باك بويا أمجا ما ويك دواء أمجا كدرو سفري بيني يعني ليالي وزردي بيني فليست بحيض أو كانت حساب حيض بوناكري. فعن أم عطية رضي الله عنها لأم عطية وأيرنا وخوالد الرازي به قالت فرمي كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا إما ليريو زرديمان لدواي باك بونوا لحيز بهيج نأزانيج حساب من بوي نأكرت كوابو أما بتزور قرنقو أبي وريايبين. مالي فائدة إقرائية فائدة كده ولا من كريتر تقرأ الحائض القرآن آية آفرتي حائض قرآن أخواني أتواني قرآن بخواني الأرجح أن يجوز لها قراءة القرآن أرجح ويا أتواني قرآن بخواني خاصة ما يتعلق بحاجاتها كالطالبة والمعلمة بتايبات أقل بيويز بو هي حافظي قرآن هي تلبيا هي ماموسايا هي إتر أمانة هر هميان بيويز بيتي ذكر كان إيواران وبيانيانا تقرأ حزبها وغيره أتواني تيش آفرت هي بردوام حافظية ناتواني نيخواني دوائي لبيلي تشتوا أتواني حزبي خوي بخواني يعني حزب ليلة بعني باشكي خوي فتقرأ من غير أن تمس المصحف شوية دسنا دتا مصحفه يعني أقل موبايلها بخواني اعتيادية أقل موبايلها بخواني اعتيادية أقل لمصحف شاخوان دي دس كيش بكاتا دس يعني ببروية كاريداته لعدم وجود دليل من الشرع يدل على منعها هيج دليل يكمانية كمنع آفرت كلا قرآن خوانك بله ما يحرم بالحيض والنفاس أما بالرخالة كحرامة لدواي حيض ونفاس يعني لكاتي حيض ونفاسة حرام لكاتي حيض ونفاسة أمشتانا بكريت لكاتي حيض ونفاسة ويحرم بسبب الحيض والنفاس أمور أمشتانا حرامة يكم الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة نيوش حرامة يا غمري خو أفرمي أجر حيض رويتي تكرد يعني أجر حيض هات كاتي سوري معنا أفرمي وازل نيوش بينا دهم الصوم رجو لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى بلى أيش لحديث كاتو يا غمري خو بجنانا فرمي آية كسيك لأيوا كاتي توشي حيض بيه آية وازل نيوشو للرجو ناينه وتيان بلى سيم الطواف بدوري مالي خوي پروردگار صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بله فرموي أو بك كحاجي أيكا بعائشة بيغمر فرموي تنها طواف نبي طواف ما كتاباك بيتوا بله مس المصحف دست دان لا قرآن أيش حرامة ببي الرأي كوم عليك العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا الطاهر دسنا دات القرآن إلا كسيك طاهر نبي ويجوز لها أن تمسه بحائل إن احتاجت لذلك أجا بيويستي كده الله يبي بشتكي تدسي بيو بدا طبعا أويش أو حديثيش ألباني راس الليلة صحيح كردوا بس خوزجا دواء أويك الله ألباني صحيح كردوا بيتا ألباني شون شرحي كردوا حديثه كاتك الله لا يمس القرآن إلا طاهر الله طاهر ليلة بمعنى مؤمن إنما المشركون نجس يعني نقبة معناي لشقرانيان بيدزنوش دخول المسجد واللبث فيها شو ناو مزقوتو معنا ولا ناو مزقوتها حرامة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله أي تمشطه وهي حائض وهروها معنا ولا مزقوتات في غمري خاص الله سمنا كاتي اعتكاف يكرد درنا أشو لمزقوت بو أوي سري شانكا وبيشوره لناو مزقوتك والسري درك البناو مالي خويان شو كمالا هذا بس درجاك بيني ولا قال مزقوتك سري درك دو عايشة لو ديما سري شانك دو سري شوردو سري شانك دو كوابو أما معناه شيء معناه أويك عايشة حائض بو لو كانت طبعا عايشة حائض ونعطو تناو مزقوت ويبكا لدلوا أنجامي داوة وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه فإن أمن تلويثه لم يحرم. هات ركردنيش بناو مزقوتها الحرامة أجر ترسا بيسيكا والله ما قلنا ترسا خوي باش بيشابو اعتيادية. الوطأ في الفرج لقوله
تعالى جماع كردنيش طبعا حرامة لبر أوي خوي تعالى فرمي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أفرمي خوي تعالى نزيكي آفرتان مكة ولا كاتي حيزة يعني جماعي لقلا مكان ونزيكي أن مبنوة حتى وكوباك بنوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني ليلة معناه حديثك معناه آياتك أويا هموشتك أتواني تنها النكاح نبي يعني جودون نبي. الطلاق جولك نامشي لقلا لنا أخوات دورك وتنوى أوان لجورك وأمان لجوري والله ما هو معناه أولنية يعني معناه كي أويا كاتي خوا فرمي دور كوني يعني جماع مكان. الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. طلاقيش دروسني لكاتي حيضة آفر الطلاق بدي خوي تعالى فرميك كاتي طلاق يعني ذا كاتي عدة طلاق يعني مدن يعني كاتي باكا بن. وقوله صلى الله عليه وسلم طبعا لكاتي باكيتي ولا باكيتيك شا جماعة دقلا نكد أنا بوشي وافرميت شو كد بو ويلا كات الريات وش طلاقنا ذي ستو كاتي الرأي وش نكت طلاق ذا سيرك يا لا عادة يا نبي بيدي كاتيك مثلا عطيت الرأي بيسيرك جماعة دقلا كردوا النبي بيت شاوريك يمكن تو حيزو أو باكو بيتو إمجا جماعة طبعا صار ذا بيتو واعتيادي بيتو ضايع ما إنك يعني صار براسي زور قرنقا أما خلق أما بزاني زور مهمة بس بداخل خلق ما زاني. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فرموي لكاتي حيزة جنكي طلاق ذهبو فرموي بيقرينوا بيبلي با بيقرينا توا مراجعي بك أم جاكاتيك طلاقي بدا كجنكي طاهرة يعني جماعي لقلا نكردو يعني حاملة يعني كاتي دركوت كجنكي حاملة دروسا وكاتش طلاقي بدا بله تايرة يتربابة كمان كوتاي بيدي إن شاء الله باقي كي خير درسي داتو وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.